السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. هنعمل مع بعض النهارده تورتة البرجر، وبجد هي من أجمل الاختيارات الحلوة جدا جدا للناس اللي ما بيحبوش الحاجات السكريات أو الكيك اللي هو بالشوكولاتة وبالكريم شانتيه والكلام ده. نبدأ بسم الله. أول حاجة معانا ايه؟ نص كيلو دقيق منخول. أهم حاجة في أي عيش بنعمله إن احنا ننخله. معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة ملح. مكونات سهله وبسيطه. معلقه كبيره زيت. بنبتدي نقلب الزيت مع الدقيق بالشكل ده مع بقيه المكونات. معانا كوبايه ونص ميه. بنقلب بقى كل اللي احنا حطيناه ده كله مع بعض بالشكل ده. نكون مجهزين معلقه زبده بدرجه حراره المطبخ. اول ما نلم العجينه بالشكل ده ننزل بمعلقه الزبده. انا طبعا حطيتها في الطاسه عشان خاطر ولعت عليها النور حاجه بسيطه خالص، لان هي كانت في التلاجة. احنا محتاجينها بدرجه حراره المطبخ عشان تتعجن معاكي بسرعه تبقى بالشكل الجميل ده. نزلت بيها على الترابيزه وكملت عجن. نعجنها حلو جدا جدا. نسمي بسم الله كده ونصلي ونسلم ونبارك على حبيب شفيع رسول الله. واحنا بنشتغل في اي اكل بنعمله لحد ما توصل معانا العجينه للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنكون على طول البرجر. معانا لحمه مفرومه، معانا بصل بودر وتوم بودر وبيكنج بودر وبصلايه مبشوره ناعم ومتصفيه. كل البهارات دي. كمان معايا نص كيس بهارات الحواوشي باجي. هكتب لكم كل البهارات دي في صندوق الوصف. فين صندوق الوصف؟ في كلمه المزيد اللي تحت الصوره بتاعت القناه. تمام. مكونات سهلة وبسيطة. مش حاطين أي إضافات للبرجر غير لحمة بصل وبهارات. طعم كده في منتهى الجمال. قسمت قطعة اللحمة اللي معايا دي نص كيلو. قسمته لقطعتين زي ما انتم شايفين بالتساوي. سامحوني بقى على الصوت، واللي عنده حل لمشكلة الأحبال الصوتية دي يكتب لي في الكومنتات. فردت هنا ايه نص قطعة اللحمة اهي. احنا معانا قلنا قد ايه؟ نص كيلو. كده خدنا يعني ربع كيلو وربع كيلو. خدت قطعة ما بين كيسين تلاجة. تقدروا تفردوا قطعتين بنفس الشكل. انا هفرد قطعة ما بين كيسين تلاجة بالشكل ده، والقطعة التانية هنحط نقطة زيت في الصينية اللي هتسوي فيها. طبعا الصينية اللي هتسوي فيها قطعة اللحمة تكون أصغر من الصينية اللي هتسوي فيها رغيف. لا، تكون أكبر، أنا آسفة. الصينية اللي هنسوي فيها قطعة اللحمة تكون أكبر، لأن قطعة اللحمة طبعا طبيعي إن اللحمة بتكش شوية كده فحجمها هيقل. فالعيش بيزيد اللحمة بتقل. فتحطوا قطعة اللحمة في الصينية الأكبر. تمام. بحيث ان هي لما حجمها يقل شويه هتوصل لوزن العيش. انا حاطه اللحمه في الصينيه دي مقاس 30. حطيت طبعا في النص زي ما انتم شايفين حوالي كده اقل من ربع كيلو حاجه بسيطه موتزاريلا. وقطعه اللحمه اللي فردتها ما بين كيسين التلاجة حطيناها على الوش وهنقفل بيها كده. معانا ايه؟ قطعه برجر حجم كبير دبل. يعني ايه؟ يعني قطعتين برجر اهو زي ما انتم شايفين. وفي النص كمان محشيه. تقدروا تضيفوا اضافه حلوه جدا 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 للموتزاريلا، الا وهي البسطرمه. انتوا لو حطيتوا بسطرمه كمان في النص بقى وتقدروا تحطوا ميكس حاجات على فكره، فلفل وزيتون هالبينو. تقدروا تحطوا ميكس جامد قوي في قلب قطعه البرجر دي. هيطلع معاكم مش تورته برجر، قنبله برجر يا جماعه. طعم حلو قوي قوي قوي. تمام. طبعا كل الحاجات دي اتجربت. البسطرمه في قلب قطعه البرجر حلوه جدا. اللي بسوي بيها قطعه البرجر دي ميه البصل. الميه اللي انا صفيتها من بصلايه كبيره اللي انا عملت بيها البرجر. عايزين نعمله بقى شكل كده مكبس البرجر بشوكه. نمشي كده على قطعه اللحمه بكل سهوله. تمام. ونعمل شكل مكبس البرجر. يعني كده قطعه برجر ما شاء الله مقاس 30. زي ما انتم شايفين الشكل حاجه كده رائعه في منتهى الجمال. طبعا قطعه البرجر خلصت. ومعانا كمان العيش خمر. دايما كده لما اكون بعجن بالذات بولع الفرن جنبي وبطفيه، بحيث ان انا العجينه بتاعتي ادخلها تخمر بسرعه وابتدي ان انا اشتغل بسرعه وما اتاخرش. قطعه العجين بتاعتي هقسمها برده لقطعتين بالتساوي. خبر ابيض على الصوت، أنا مش عارفه اعمل ايه بصوتي. المهم اكيد انتوا هتفهموا، يعني حتى لو ما فهمتوش من الصوت انتوا هتفهموا من الصوره اللي قدامكم. قطعتين العجين بحاول ان انا اقطعهم قطعتين متساويين بالظبط. واقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. ما تلاقيش قطعه العجين معاكي تقولي بالمره اسيبها. يعني لو لقيتي قطعه العجين معاكي كبيره زياده عن اللازم، لا انا هقول لك ازاي تعملي السمك الصح لتورته البرجر. يعني ازاي تعملي حاجه كده كلها مظبوطه على بعضها. اللي بياكلها مش هيحس ان هو بياكل عيش كتير ولحمه قليله، ولا لحمه كتير وعيش قليل. لا، هخليكي تعملي حاجه مظبوطه.
ودي مش حاجه سهله على فكره انك تطلعي الحاجه مظبوطه، بالذات في حاجه زي اللي بنعملها دي. لازم تركزي كويس جدا في كل خطوه بتعمليها. معانا هنا طبعا كان نص كيلو دقيق، تمام. يعني معانا قطعتين بالظبط زي ما عملنا بالظبط اللحمه بنعمل العيش. فردت هنا، هفرد قد ايه السمك؟ نص سنتي، تمام. طب لو انا نص سنتي وحسيتها كبيره على الصينيه، ما ينفعش الكلام ده، لازم تقطعي الزوايد. هنا لقيتها دي مظبوطه، هتشوفوا معايا في القطعه التانيه. الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه بسيطه جدا 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 من الزيت، وابتديت ان انا نزلت قطعه العجين الاولى زي ما فردتها قدامكم كده، وظبطتها كويس بايدي ان ما يبقاش حته رقيقه وحته سميكه، كلها تبقى سمك واحد. معلقه زيت ونبتدي نفردها هنا فوق قطعه العجين. ما تكتريش، يعني يعني ايه معلقه زيت كويسه جدا هتتفرد معاكي كويسه جدا. قطعه العجين التانية برضو هنفردها بنفس الطريقه دي فوق وتحت، وهنفرد كده بالفرده بتاعتي بالشكل ده، تمام. هنشوفوا بقى هنا هنعمل ايه عشان خاطر نطلع شكل رغيف العيش. دي القطع ده الرغيف اللي هيبقى فوق، يعني ده واجهه التورته بتاعتك. فلازم تركزي كويس جدا وانت بتعمليه، عشان اي بصوا آم، اي تجاعيد او اي حاجه هتبقى باينه. يعني لازم الوش ده يكون معمول فعلا بالفراده، اي بصمات صوابع هتكون باينه، اي حاجه بتكون باينه. بصوا حطيت هنا الصينيه بتاعتي وخدت المقاس بتاع الرغيف بالظبط، وابتديت ان انا احدد بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. بحدد بالسكينه وبقطع الدايره بتاعتي، بخليها زي ما انتم شايفين على قد ما اقدر مظبوطه. لسه كمان هظبطها اكتر، هتشوفوا معايا الكلام ده. حاجات بسيطه اللي بقولها لكم دي ممكن تكون كتيره، عشان انا بايه يعني ايه طبعا بركز في كل حاجه بالظبط صراحه، عشان تطلع معايا مظبوطه بشكل جميل. لازم نكون كده دقيقين في عملنا اللي احنا بنعمله، هتطلع معاكي حلوه جدا. انا هنا حطيتها بالظبط زي ما انتم شايفين على الرغيف التاني وطلعت مظبوطه جدا. طب احنا عندنا زي ما انتم شايفين كده في الحروف مكان تقطيعات السكينه دي، برضو لو ما ظبطتوش هتلاقيه معاكي في رغيف العيش طالع وشكله باين جدا. معانا صفار بيضايه على معلقه بيض على معلقه خل، ما تقلقوش خالص، مفيش اي ريحه زفاره، مفيش اي اثر للبيض، هتديكوا لون حلو جدا جدا، وما تقلقوش من الطعم. صفار بيضايه، معلقه بيض ومعلقه خل، سمسم وحبه البركه. اي بقى انت عايزين تحطوا كمون، بس لا هو كفايه كده. يعني ما نحطش حاجات ايه كتير، ممكن تحطوا زعتر لو بتحبوا الزعتر. بواحده سكرابر اللي هي الصغيره دي، او بسكينه او بظهر معلقه، باي حاجه كده بتساوي رغيف العيش بتاعك وتظبطيه. معانا رغيف العيش ورغيف واللحمه، قطعه اللحمه زي ما انتم شايفين، رغيف العيش في المقاس الصغير، اللحمه قطعه اللحمه في المقاس الكبير. دخلناهم الفرن طبعا في الرف اللي هو اول رف بعد الارضيه، طلعت معانا بالشكل الجميل ده. بتسووها بقى تحت وفوق كده لحد ما تتظبط معاكم. لو احتاجتوا الشوايه بتولعوا الشوايه لرغيف العيش، وبتطلعوه من الصينيه بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين، تحمر معايا من فوق ومن تحت، وكان كده حاجه روعه. بدور فين افتح، طبعا احنا دهنين الزيت عشان يتفتح معانا بالشكل ده، من غير بقى ما تستخدمي سكينه، حتى كمان يستوي معاكي حلو جدا. يعني الفرق اللي احنا عملناه ده بيخلي رغيف العيش كمان يستوي حلو جدا من جوه، لا هيبقى معاكي معجن ولا هيبقى معاكي سميك زياده عن اللازم. بصوا القطعتين قد بعض قد ايه، بصوا بصوا يعني التركيز او الدقه في ان انت تعملي الحاجه مظبوطه زي ما انتم شايفين. العيش من جوه زي الكيك الاسفنجي بالظبط، تحفه. هنا ميكس صوصات حلو قوي قوي، اللي هو اللي هو الباربيكيو وكاتشب، وكمان تحطي مستردة ومايونيز. المايونيز بيكون اكتر حاجه، بعد كده بتحطي الكاتشب، بعد كده معلقه صغيره باربيكيو، وتحطي معلقه صغيره مستردة. تعملي بقى كميه الصوص ده حلو قوي قوي قوي. طبعا اي بقى حاجه انت بتحبي تفضليها، تحطي كابوتشي، تحطي جرجير، تحطي خيار، تحطي طماطم، المتاح والمفضل عندك. انا اخترت اعمل ديكور التورته بالشكل ده باكياس الكاتشب. قطعة البرجر بقى بسم الله ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال كتسوية. زي ما انتم شايفين، يعني هي الصورة بتتكلم. هنحط بقى الطماطم دي، انا كنت حطيت عليها ايه، تحطوا سنة سكر صغيرة والملح والفلفل الاسود، وتقلبوا بيهم الطماطم دي، بيطلع طعمها حلو جدا. كمان بقى لو تفضل معاكي صوص تحطي من فوق، حابة بقى تحطي زي ما قلت لكم برده خيار جرجير من فوق تاني حطي، تمام. ده بيرجع لك انت، حطي المتاح والموجود عندك، تمام. خلاص كده بقى كده التورتيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين شكلها رائع. بنغطي بقى بقطعة العيش التانية، وحاجة كده في منتهى الجمال والطراوة، حاجة هشة
طعم لذيذ في منتهى الجمال. الفكرة حلوة جدا جدا جدا، وشكلي كده هعتمدها في كل عيد ميلاد عندي، لان بجد الفكرة جميلة. وكمان بتحطوا بقى الشمع، بصوا بكل سهولة ازاي يعني. طبعا التورتايه الجميله دي كانت لابني الكبير، وكان لسه جاي من الجيش، فخدت الكاب بتاعه بقى كده، قلت ذكرى كمان عشان نفتكر الذكرى بالظبط كانت احداثها ايه. عملنا له احلى عيد ميلاد وفاجئناه، وادينا له الهديه. وبعد كده بقى ابتدينا ان احنا نقطع التورته الجميله دي. ولازم اشارككم طبعا، دي اهم لحظه، ان انتوا تشوفوا النتيجه للحاجه اللي احنا عملناها. شلت الشمع زي ما انتم شايفين كده سايح فوق التورتايه. وشلناه كده بالسكينه بكل سهوله. تقدروا على فكره تحطوا بدل اكياس الكاتشب دي، كنت عاملاها لمريومه حبيبتي، كنت عاملاها بالبطاطس. تقدروا تقلوا بطاطس سخنه او شيبسي، تبقى برضو حاجه حلوه جدا لو حطيتوا شيبسي وبطاطس سخنه، تبقى جميله جميله جميله. تمام. انا طبعا عشان مستعجله وعبد الرحمن كان جعان، ومستعجله برضو ان انا افاجئه، حطيت اكياس الكاتشب، وكانت برضو من الحاجات برضو الجميله جدا جدا. بنقطع بقى كده، خليت عبد الرحمن هو اللي يقطع التورتايه. فطبعا ماسكين له كلنا التورتايه كده عشان يقطعها. قلت له بعد اذنك بقى طلعها انا. وابتديت اتعامل. عايزه اقول لكم يا جماعه انتوا هتقطعوها بكل سهوله، وهوريكم لاخر قطعه كانت عامله معانا ازاي. دي كده اول قطعه طلعت معايا بالشكل ده، حاجه تحفه. طبعا في مريومه كنت حاطه بقى كابوتشي وحاطه خيار، زي ما بقول لك المتاح والموجود عندك اعمليه. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الطبقات قد ايه متساويه. يعني العيش هش والطبقه بتاعته حلوه مش سميكه، والطبقه اللي تحت قد اللي فوق، وحاجه كده منظمه وجميله جدا جدا. بصوا بتقطعوها بكل سهوله. الموتزاريلا بقى طبعا جوه قطعه اللحمه زي ما انتم شايفين. انا مش هتكلم كتير لان شايفه ان الصوره واضحه جدا. بصوا تقطيع كنت هقول لكم الكيك صراحه مش قادره اشوفه غير قدامي كيك. تقطيعها بصوا سهل ازاي، والطبقات جميله جدا جدا. او بتقطعوا بقى زي ما انتم عايزين التقطيعات اللي انتوا عايزينها. عايزينها مربعه تقدروا تقطعوها مربعه، مفيش مشكله خالص. انا حمرتها لعبد الرحمن جامد قوي، يعني بحبها متحمره زي ما انتم شايفين بقى كده، فوق وتحت متحمره ازاي وهشه وجميله جدا جدا. حاجه بجد روعه. انا كررتها تاني لان انا في مريم كانت بالليل ما عرفتش اكل براحتي. هنا كان في وقت بقى كان بالنهار شويه، فاكلت براحتي الصراحه يعني. ما قدرتش افوت اللحظه دي. تحفه، اعملوها لاولادكم هيفرحوا جدا جدا. عايزه اوريكم دي اخر قطعه معايا. شوفوا بقى الجمال. لاخر قطعه بتقطعوها بكل سهوله وبساطه. جربوها تعجبكم. ما تنسوش اللايك والمتابعه ومشاركه الفيديو وتعليق جميل برايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.